عارفين الاكل ده عايز اني عيش؟ شقق العيش الناشفه، شقه العيش دي اللي هي العيش الناشف ده. بوم بوم يا جدعان. تعمل ايه؟ كمل. يلا تاني. انت هتطلع يوتيوبر كده كده. السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم الجو حاتيني. انا زهقت من اللحمه ومن الفراخ، فانا لازم اغير. فانا يوم ما اغير مش هغير لاي حاجه كده وخلاص، اغير للكلام الحلو ده. بص، شايفين الشغل؟ معلش. بص، جوسي 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 خالص. عارفين ده ايه؟ ده طاجن فول. هتقولي طاجن فول ازاي؟ اقول لك تعالى اقول لك ده طاجن فول ازاي. بصوا بقى، يا دلالي، يا سلام على الريحه، يا سلام. بوم يا جدعان، بوم بوم بوم. قسما بالله ريحته تحفه تحفه، جامد قوي يا جدعان. الريحه تحفه. وعامل معاها بقى جبنه فيتا بالطماطم وزيت الزيتون، حاجه كده تطري على القلب مكان السلطه. وعامل البطاطس الجميله دي بتاعت اخونا ابو جوليا، الجميله الغزاويه اللذيذه بتاعت اهل غزه، ربنا ينصرهم ان شاء الله، بالبيض. نجيب بقى رغيف العيش البلد ابو 2 جنيه ونص، بلاستيك بلاستيك بيتشد. ونغمس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شويه فول، قسما بالله انا مش مسؤول. بس الموتزاريلا، بصوص بقى ايه الجميله دي. هو ده الاكل اللي يفتح النفس، مش لحمه وفراخ. فول اهو باقل امكانيات. لو عاوزين تعرفوا انا عملت الفول الجبار الجامد قوي ده ازاي، والبطاطس البوريه الغزاويه دي، تابعوا معايا الفيديو للاخر وهتلاقوا وصفه الفول ووصفه البطاطس موجودين مع بعض في اخر الفيديو ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الاكلات الجديده اول باول. البضايه دي اهي كده، يو 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 على اللقمه دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. اقسم بالله احلى من اي فراخ واي لحمه واي سمك واي حاجه في الدنيا. بس اخر 10 ايام في رمضان دول واحد بيزهق، بيبقى خلاص انت بقالك 20 يوم كل اسبوع بتاكل مش اقل من مرتين 3 لحمه وفراخ في الاسبوع. فلازم تغيير. نواشف عملنا، طواري عملنا، طواجن كلنا، لحمه بانواعها، فراخ بانواعها كلنا. ايه كمان بقى؟ ايه تاني؟ لازم نغير الموضوع شويه. اللحمه كترها بيجيب اعوذ بالله مرض، الفراخ تتنك علينا دلوقتي. عايز اقول لكم ان انا مش من عشاق اصلا البطاطس المهروسه، بس دقه الفلفل، دقه الفلفل اللي على الوش دي طعمها تحفه. هريسه الفلفل على الوش دي تحفه، حطوها على الوش
لو خلطتوها في بعض وانتوا بتعملوها هتبقى حادقه منكم قوي. طبعا الفول ده انا اللي مدمسه، طريقه تدميسه مش محتاجه اختراعات، ابتكارات، افتكاسات، اي هبل من اللي الناس بتعمله ده. الفول الصح المظبوط البيتي، بتجيب الفول تغسليه بالميه، تحطوه في القدره او الدماسه، تملاه ميه لحد 3/4، تحطوه على النار تغلي. اول ما تغلي شايلينها، يا تحطوها على السخان الكهرباء الصغير وتغطوها وتسيبوها لمده 6 ساعات او 7 ساعات، يا اما على عين البوتاجاز الصغيره توطوا النار على الاخر خالص وبتغطوها برده، تسيبوها برده من 6 ل7 ساعات، وبيطلع معاكم الفول زي ما انتم ما شايفينه كده اهو. فول بلدي. بص الفوليه عامله ازاي، بص بص. مش مش محتاج بقى ايه، ناس تقول لك حط قوطه، حط ليمون، حط خيار، حط جزر، كل الكلام ده افتكاسات، اللي عايز يعملها يعملها، بس اصل الفول هو زي ما انا لسه قايل لكم دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تضيفوها العدس الاصفر، بس عشان يدي لون. طريقه الفول اللي انا قلتها لكم دي طريقه اللي امي اتولدت ولقيتها بتعملها بيها حرفيا. جرب العيش الشامي، حتى البضايه دايبه. جامد قوي يا جدعان. الفول ده ينفع معاكم في سحور، ينفع معاكم في فطار، ينفع معاكم في الايام العاديه غدا. مش تقيل، مش هيعمل حماوه، ولو خايفين على الحماوه ممكن تحطوا له معلقه سكر صغيره او نص معلقه سكر كبيره، بس مش هيعمل حماوه لان مش حاطط اي صلصه، هي القوطه بس. انا خلاص الحمد لله. خليهم بقى نتسحر بيهم الحبه دول. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه مشتركش، فعلوا زر الجرس وشوفوا الوصفه هتلاقوها دلوقتي اعملها لكم. امشوا في التفاصيل، امشوا ورايا صح واحده واحده، وان شاء الله تعملوه احسن من اللي انا بعمله. سلام. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ازاي احلى طاجن فول نفطر بيه في رمضان. يلا بينا. هنجيب طاسه هنحط فيها شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي. عندي بصلايه فريمه في الكبه، واحط معلقه دقه ثوم. عندي قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حراق، اختياري الحراق طبعا بس انا لازم يبقى سبايسي. نديهم تشويحه برضو. عندي طماطميتين بقى قاطعهم برضو قطع صغيره، هنديهم تقليبه بقى ونسيبهم لحد لما يتسبكوا شويه مع بعض. وكده بعد ما الخضار دبل، القوطه والبصل والفلفل، هننزل بالتتبيله بتاعتنا. شويه ملح، شويه كزبره ناشفه، ومعلقه كمون، ومعلقه شطه اختياري. نديهم تقليبه. ودلوقتي بقى جه وقت المكون الاساسي بتاعنا، الفول. بص الفول وجماله. هنديله بقى تقليبه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الريحه بقى خيال. هنسيبهم ياخدوا غلوه، بعد كده نفنش الفول. بعد الفول بقى ما اخد غلوه حلوه، هنحط عليه عصير ليمونتين او ليمونه كبيره، ونحط عليه شويه طحينه، وهنهدي النار خالص ونديله تقليبه واحده بس عشان الطحينه ما تفقدش طعمها، ونطفي عليه النار. وتعالوا بقى اقول لكم نعمل فيه ايه تاني. هنفضيه بقى في طاجن. هقسم بقى البيضايه نصين كده اهو، ونقلبها على وشها كده.
اختياري بقى، نحط رشه موتزاريلا كدهوت، او اللي عندي دي الجبنه اللي هي شيدر الميكس والموتزاريلا. عايزين تضيفوها اوكي، مش عايزين برضو مفيش مشكله. عندي بقى الزيتونتين اللي هما الاسمر ده او الاخضر اللي موجود يعني. اخر حاجه رشه فلفل اسود على البيض بس، وندخلهم الفرن على درجه حراره 180. الفرن يكون متسخن قبليها 10 دقايق بالظبط، الجبنه تسيح ونطلعها على طول. اخونا ابو جوليا عمل بطاطس مهروسه، جت في دماغي ان انا احطها جنب الفطار بتاع النهارده وبرده بالبيض. تعالوا اقول لكم عملها ازاي. دول بطاطسيتين سلقناهم وقشرناهم، هنديهم هرسه. دول بيضتين مسلوقين، هقشرهم ونحطهم عليهم. هنقطع بقى ايه البيض ونهرسه مع البطاطس. هنحط لها شويه ملح، رشه فلفل اسود، وزيت زيتون. هنيجي بقى للدقه بتاعه الفلفل، بس دي مش غزاويه، دي مصريه، عشان انا طبعا ما اعرفش الغزاويه دي وما اعرفش بتتحط ازاي او بتتعمل ازاي. هنحط كده واحدتين منها، ونحط زيت زيتون على الوش وبس كده. ده طبق بطاطس بالبيض الغزاوي، ينفع فطار وينفع في عشاء.